حجازي يتدخل ويحتوي أزمة عبد الرزاق حمد الله والبيشي. الحائلي يكشف عن حقيقة ترشحه لرئاسة نادي الاتحاد. أول تعليق من حمد الله بعد الفوز على أبها. اتحاد سانتو يوقع على أفضل انطلاقة بدوري المحترفين السعودي. مرحبا بكم عشاق نادي الاتحاد في كل مكان، أتمنى منكم الضغط على زر اللايك وأيضا الاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد يخص العميد. والآن إلى التفاصيل. احتوى أحمد حجازي قائد فريق نادي الاتحاد أزمة طارئة بين عبد الرزاق حمد الله وعبد العزيز البيشي أثناء مباراة الفريق يوم أمس السبت أمام نادي أبها. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من المباراة يظهر فيه حمد الله وهو يعاتب البيشي بطريقة حادة، ورد البيشي بنفس الطريقة وهو يواصل السير بعيدا عنه، إلى أن تدخل حجازي وتحدث مع حمد الله وحاول تهدئة اللاعب. وبعد المباراة نجح حجازي في جمع اللاعبين وأصلح بينهما باعتباره قائد الفريق لتنتهي الأزمة في وقتها. ورفع نادي الاتحاد رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين. كشف أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد عن حقيقة ترشحه لرئاسة العميد في فترة جديدة، مؤكدا أن فريقه يتعامل مع كل مباراة على حدة وسيكون جاهزا لمواجهة الهلال بالكلاسيكو مساء يوم الخميس المقبل. وقال الحائلي في تصريحات لبرنامج أكشن مع وليد: أبارك لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير الفوز الصعب على أبها، واجهنا فريقا ثقيلا في الملعب وحقق 5 انتصارات متتالية قبل مواجهتنا، وكل الشكر لإدارة نادي أبها على حفاوة الاستقبال. وأشار في حديثه أيضا: بدأنا التجهيز لمباراتنا المقبلة أمام الهلال، سنفرح اليوم بالنقاط الثلاثة لأنها مستحقة، وبعدها نستعد لمواجهة الهلال، كل مباراة نأخذها على حدة في هذا الموسم. وأردف أيضا: لا نتدخل بالأمور الفنية، لست من الرؤساء الذين يتدخلون في عمل المدربين، دورنا كإداريين هو توفير كل الأدوات التي تساعد على النجاح، كلنا ثقة بنجوم فريقنا، ونحن كإدارة نؤدي ما علينا وهم كلاعبين كذلك. واختتم الحائلي حديثه بقوله: لا يوجد جديد حول ترشحي لرئاسة نادي الاتحاد، ولدينا استحقاقات مهمة في الموسم الرياضي الحالي، وتركيزنا الأكبر هو توفير كل الدعم للاعبين والجهاز الفني والإداري في جميع الألعاب. أبدأ اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق نادي الاتحاد عن سعادته الغامرة بالفوز على نادي أبها بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وغرد الهداف المغربي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: الحمد لله على الفوز، والقادم أفضل إن شاء الله. وسجل حمد الله الهدف الأول للعميد بشباك أبها، رافعا رصيده إلى 7 أهداف ليحتل وصافة قائمة الهدافين، مناصفة مع النيجيري إيغالو مهاجم نادي الهلال، وبفارق هدفين عن تاليسكا المتصدر. الجدير بالذكر أن حمد الله سجل للمباراة الثالثة على التوالي منذ عودته من مونديال قطر 2022 مع منتخب المغرب. وعد أحمد شراحيلي لاعب فريق نادي الاتحاد جماهير العميد بالأفضل في المباريات المقبلة، مؤكدا أن فريقه حقق الهدف الأهم بالفوز على مضيفه نادي أبها. وقال شراحيلي في تصريحات تلفزيونية: الحمد لله على الفوز على نادي أبها، كانت 3 نقاط مهمة، وبكل أمانة الطقس أثر علينا بحكم الأجواء الباردة ونقص الأكسجين. أبها قدم أداء متميزا وأحرجنا في المباراة، والأهم حققنا الفوز بالنهاية. وأضاف أيضا: أرقامنا الدفاعية حتى الآن جيدة، حافظنا على شباكنا نظيفة في 7 مباريات، وتلقينا 3 أهداف فقط في 10 جولات، بفضل تركيزنا كلاعبين داخل الملعب، وليس أنا وحجازي فقط بل جميع اللاعبين، ونحن نكمل بعضنا البعض بالفريق.
وتابع شراحيلي أيضا: كنا نطمح بالخروج بشباك نظيفة اليوم، ولكن الحمد لله على الفوز، ونعد جمهورنا بأن القادم سيكون أجمل للفريق الاتحادي بإذن الله. حافظ فريق نادي الاتحاد على سجله خاليا من الخسائر بعد أن كسب مواجهة أبها بهدفين مقابل هدف على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في المحالة، وذلك ضمن الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وسجل نادي الاتحاد بقيادة مدربه نونو سانتو أفضل انطلاقة له في دوري المحترفين في آخر 10 مواسم، بتسجيله الفوز السابع مقابل 3 تعادلات فقط ودون خسارة. وحصد نادي الاتحاد النقطة 24، وضعته ثالثا في الترتيب خلف نادي النصر المتصدر والوصيف الشباب، مع وجود مباراة مؤجلة للعميد، في حال الفوز بها سيتصدر المسابقة. وحقق النمور الفوز الثالث على التوالي منذ التعادل مع ضمك، حيث انتصر بعدها على الوحدة بهدف دون رد، ثم التعاون بثلاثية نظيفة في ملعب الجوهرة قبل الفوز خارج أرضه على أبها يوم أمس السبت. ويعد الاتحاد ثاني أكثر فريق تحقيقا للفوز ب7 انتصارات خلف نادي النصر والشباب. في المقابل يعتبر خط هجوم الاتحاد سادس أفضل خط بتسجيل 16 هدفا في 10 مواجهات، بمعدل أقل من هدفين في المواجهة. وحقق الاتحاد فوزه الرابع على التوالي أمام أبها، والسادس في كل مباريات الفريقين بدوري المحترفين مقابل 3 انتصارات لأبها. ويستضيف نادي الاتحاد نظيره نادي الهلال مساء يوم الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الجوهرة المشعة، وذلك ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين. إلى هنا تنتهي الأخبار، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.